في حاجات يوميا بشوفها سبحان الله، ربي اكيد له حكمه في ده، بس انا مش معرفش، هي بتعرضني لمضايقه نفسيه يوميا بحكم شغلي، بما اني بشتغل في مكان ما يخليني في تاتش مع الناس من النوعيه دي اللي انا بتكلم عليها، اللي هي الناس اللي عندهم فلوس سبحان الله مش عارفين يودوها فين ولا بيعرفوا يستخدموها في ايه، مش عارفين يعملوا بيها حاجه خالص، فبيشتروا حاجات هم اصلا مش في حاجه ليها وبيرموها في الارض. بمعنى صح، هم الفلوس بتاعتهم مش عارفين يعملوا بيها ايه فبيرموها، في حين ان في ناس اصلا مش لاقيه تاكل ولا لاقيه تشرب. ممكن يجي في دماغكم طب انا ليه بشتغل في ده؟ عشان محتاج زي الناس كلها، محتاج اني اكون شغال. حكم شغلي هو اني بتعرض للناس دي او المواقف دي يوميا، بس ده بيخليني اسال نفسي سؤال، هو طب ليه؟ مش عارف، هي ليها حكمه، بس السؤال دايما بيخليني افكر كتير. انا عارف ان ربنا له حكمه، ناس تكون معاها فلوس وناس معاهاش فلوس، اللي معاه فلوس بيستخدمها في ان هو بس يشو اوف او يبين الناس، ياخد الشو، يعمل حاجه معينه، يرمي الفلوس في الارض عشان بس يبين انه انا معايا فلوس وانا اللي استحق الفوكس كله مع الناس، واستحق ان الناس كلها تبص عليا، يلفت انتباه الناس بشتري الحاجه دي بفلوس كتيره، ارقام كبيره، وارميها بس اخد اللقطه قدام الناس. في حين ان في ناس حقيقي اقسم بالله ما لاقيه تاكل ولا تشرب. يوميا الواحد بيتعرض للحاجات دي فبتضايقني نفسيا والله. قلت اطلع اشيرها معاكم، يمكن حد عنده اجابه او عنده على الاقل يقدر يريحني بكلمه، او حسيت اني محتاج اقول ده بقوله. ربنا يرحمنا جميعا.